صباح الخير عليكم. انا غادي نسقي المحيبقات ديالي. انا زرعت خيزو و الجزر مع خيزو والمعدنوس. المهم لحت بزاف ديال السراره هنايا، ما بقى عارف شنو غادي ينبت. هنا عندي الالوفيرا، هذه سطيله ديال الماء بغيت نسقيها وما بقى عارف شنو ينوض هذا، ولكن كلشي باقي باغي يموت، ما عرفت. المهم ماشي مشكل، انا بغيت غير شويه ديال الياخدور صافي ولا كاع ما ينوض. هنا الالوفيرا هذه كتصبر العطش وكلشي كتصبر ليه. هنا كاين الحباق، المعدنوس، لا ماشي الحباق، هذه ديال المطيشه ولكن ما ناضتش صافي. وهذاك اللي لهيه راه مات، في شي حاجه حيه وشي حاجه ميته. انا غادي نسقي هذا. هذه اول حاجه كنديرها ملي كنفيق في الصباح. عاد كنمشي نفطر وكنمشي. هنا الفطور شي حاجه مهمه عندي بزاف. يعني الفطور هو اللي كيعطيك الطاقه والحيويه باش تكملي نهارك كامل. فهنا عندي المربى ديال التمر. ما كنقدوش في الدار، كناخدو من التعاونيه، هو اللي كنعتمد عليه. الا ما عنديش البيض كيسالي ليا البيض باش نحافظ على الوزن ديالي، لان الوزن ديالي غير كنغفل عليه وكيمشي في حاله، كيمشي وكيخليني. خصني ديما نرد البال للفطور، والخبز ديال الدار ما يكونش ديال الحانوت. يعني الا كناخذ الخبز ديال الزنقه، الوزن ديالي كذلك كيمشي مع كاس ديال الحليب، كاس ديال الحليب بدون لاكتوز صافي. وهذه هي الوجبه ديال الفطور. هنا غادي نقاد الخبز ديال الدار. المشكله اللي عندي هو انا الحوانت، ان الحوانت سادين ديال الدقيق، طاحونات ديال الدقيق سادين. فهنا كنستعمل غير الدقيق ديال القمح، كان اللي ما فيهش النخاله، كنحيد منه النخاله باش يولي رطيطب، وكنعجنوه بشويه ديال الماء والخميره مع شويه ديال زيت الزيتون طبيعه الحال اللي كنساليه. غادي ملي كنسالي الخبز وكنحطو، يعني شاركته معكم شحال من مره. هنا عندنا بيضه واحده خلطتها مع نصف كاس ديال الماء، وغادي نزيد عليه 2 كيسان ديال الحليب. كتشوفوني كنشوف المقادير من التليفون وكنخلط. يعني كنزيد المقادير بالتدريج وكنخلط، وغادي نضيف عليه كذلك يعني المقادير مع الاستمرار في الخلط. ضفت عليه فانيا وحده. يعني المقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، لان هذا البانكيك هذا صحي وما فيش حتى نقطه ديال الدقيق الابيض. هنا ساليت، ضفت معاه كاس ديال الزيت، وبقيت كنضيف في الدقيق ديال القمح. الا ما عندكمش القمح تقدروا ديروا سميده ديال الحرشه. في الاخير كنضيف الخماره ديال الحلوى، خماره واحده فقط باش تكون عندي كميه شويه كتيره. كنزيد في الكؤوس هنايا وكنضيف عليهم 2 معالق كبارين ديال العسل ديال البرتقال، يكون متوفر طبيعه الحال باش يكون هذا البانكيك هذا صحي. صافي من المقادير ومن الخلط القوام كيكون بحال ديال البانكيك، يعني ما خفيف ما ثقيل. كلكم كتعرفوا القوام ديال البانكيك تبارك الله، فقط غير كنشارك معكم الفكره فقط. هنا خديت طيفال سخنتها، يعني تكون المقلاة غير لاصقه. صافي كنوضع مغرفه واحده، كنقاد ليها الدويره ديالها، الشكل ديالها. صافي دغيا كيطيب، خاصكم توقفوا حداه
دغيا كيطيب وكيولي صحي اكثر. كنعاود واحده اخرى وصافي كنستمر هكا حتى كنسالي. هادو هما الشكل النهائي ديالهم في التحمار وفي الطياب وفي كل شيء. تقدروا تضيفوا معاهم شي اضافات بحال العسل وشويه ديال زيت الزيتون، تقدروا تاكلوهم غير هكاك بالصحه والراحه. ما تنسونيش من لايك وكومنتير الى عجبكم المحتوى. فانا قررت نتبع واحد النظام غذائي صحي باش الوزن ديالي يزيد ما بقاش يهبط، لان دائما كنركز على هاد النقطه هذه. الواحد دائما يرد بال لراسو. وشكرا لكم على المتابعه. في الحلقه المقبله ان شاء الله مع فكره جديده من روتيناتي.